السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بالف صحه وعافيه ان شاء الله. وصفتنا نهار اليوم تحليه جينا بزاف بنينه، ما جيناش بتاني حلوه وبمقادير بسيطه وبالخوف نحضروها. ومادام التحليه تاعنا بالفراوله، اول حاجه نحتاجوها في هذه الوصفه. هنا كان عندي تقريبا واحد 7 حبات تاع الفراوله يكون متوسطين الحجم. قطعتهم هكا قطع صغيره، ضفت عليهم 2 ملاعق كبار تاع السكر، نخلطهم مليح مع هذه الفراوله، من بعدها غطوا عليهم وخلوهم يعني مده زمنيه بلا ما خدمتوا لا كريم، وعاودوا قولوا لهم تلقوهم يعني طلقوا هذاك الجو تاعهم. ومهم لو كان تكون يعني الفريز تاعكم يكون حلو، ديفو ديروا هذه العمليه باش تدوا من بعدها هذا الجو اللي طلقه ديروه في الحليب باش ديروا فيه لي بودوار. هنايا تكون عندكم من 250 مليلتر تاع الحليب حتى 300 ولا 350 مليلتر تاع الحليب، يبقى عندكم الاختيار. نديروها في كسرونه، نضيفوا عليها كما راكم تشوفوا هنا السكر اللي تبغي الحلاوه بزاف دير نص كاس نيشان. انا هنايا درت قل من نص كاس، وحقيقه هذه الكميه يعني هي اللي لازمه، ما تكثروش اكثر من هكا باش تجيكم تحليه تاعكم بزاف شابه. وعندنا ملعقه كبيره تاع الفرينه وملعقه كبيره تاع المايزينا ولا النشاء. وهنا كانت عندي حبه تاع البيض صغيره. لو كان تضاعفوا الكميه يعني ديروا 700 مليلتر تاع الحليب، ديروا غير حبه تاع بيض تكون كبيره، ما ديروش 2 حبات تاع البيض. نزيدو نضيف عليهم قرصه تاع الملح، ونخلطوا المكونات تاعنا مليح حتى ينسجموا لنا بارد في بارد. من بعدها نديروهم فوق النار حتى يبدا يعقد لنا الخليط تاعنا ونولو. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما عقدنا هذاك الخليط ما نخليش حتى يعقد لي بزاف، كما راكم تشوفوا يعني غير بدا يعقد، زدت له شويه زدت يعني عقدته شويه مليح. من بعدها هنا قلعته فوق النار، غادي نضيف عليه نصف ملعقه كبيره تاع الزبده ولا المارغرين، الحاجه اللي عندكم خدموا بها. ونخلطوا هاد لا كريم، نخلطوها مليح حتى تذوب لنا هذيك الزبده مليح في هاد لا كريم. بعد ما نتاكدوا باللي سي يعني الزبده راها دابت لنا كما قلت لكم، نشوفوا كاش طبسي يعني يكون كبير ولا كاش حاجه ماذا بيكم يعني تكون مفتوحه باش تبرد لكم بالخف. كما راكم تشوفوا انا استعملت هذا الطبسي درت فيه، وماذا بيكم ديروا فيه حاجه كبيره اللي تقدروا يعني تسطحوا مليح هذيك لا كريم كاع فيها باش يعني تبرد لكم في وقت قصير. هذا مكان نسووها مليح على هذا السطح، من بعدها نغلفوها اون كونتاكت بالبابي فيلم ولا الحاجه اللي عندكم، غطوها وندخلوها للكونجيلاتور. كي نشوفوها بلي بردت عاد نخرجوها. بين ما هي راها تبرد، هنا غادي نوجدوا لا كريم كما راكم تشوفوا هنا تاني درت يعني تحت النصف تاع الكاس تاع الماء، ونفس المكيال تاني تاع لا كريم شانتيي، ونطلعوهم مع بعض. هنا الماء ماذا بيكم يعني تكونوا مقبل درتوه يبرد مليح باش يعني هنا العمليه تجيكم سهله، وميم لا كريم شانتيي تطلع لكم بالخف. نطلعوها مليح بالباتور حتى نتحصلوا على قوام متماسك، ويعني كي نقلبوا الريسيبيون تاعنا ما طيحش هاد لا كريم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. نخلوها يعني في الفريجيدير تحتها بلا ما بردت لنا هاد لاكريم. بعد ما تبرد هاد لاكريم كما راكم تشوفوا يعني غتلمسوها تلقوها بارده من جميع النواحي. ديروها في ريسيبيون وعاودوا ضربوها مليح بالدراب الكهربائي، ولا ميم تقدروا تخدموها غير بالفوي، يبقى عندكم الاختيار، ولكن يعني بالدراب الكهربائي بالخوف تولي لكم كريمه عاديه. كما راكم تشوفوا هنا غير بديت نخدم بها بالباتور، ولات لي كريمه. هنايا نبداو نضيفوا فيها تدريجيا على لا كريم شونتيي اللي كنا طلعناها. يعني نبداو نضربوا ونضيفوا في هذيك لا كريم غير بشويه حتى ندمجوها كاع مع هاد لا كريم شونتيي. نخلوها تبرد بين ما وجدنا المكونات الباقيين ونبداو نخدموا. يعني ما هنا ماشي ما قصديش يعني نخلوها تبرد بزاف، يعني غير بين ما خدمتوها ووليتو تخدموا في ليفيغين تاعكم، هنايا خلوها في الفريجيدير تحتها وبين ما راكم تخدموا. هذا مكان. وهذه هي الكريمه اللي نتحصلوا عليها كما راكم تشوفوا. اللون تاعها بزاف شباب، جايه بيضاء مع الفريز روج يعني تبدلنا لون شباب، ميم القوام تاعها جينا بزاف شباب. كما قلت لكم السكر قد لا درتو كما درت انا يجيكم الكود تاعها شباب.
الوغ هنا بعد ما خليتها تبرد هذيك لا كريم، هنا عندي تقريبا كاس تاع الحليب. غادي نضيف عليه هذاك الجو اللي طلقه لي الفريز كيما راكم تشوفوا، دار لي كميه مليحه من هذاك الجو تاع الفريز اللي طلقه لي كي خليته يذوب مع السكر. وعندنا لي بودواغ اللي غادي نديرو يعني نشربوهم بهذا الحليب مع الجو تاع الفريز. ثاني يمد واحد الذوق ما شاء الله عليه. كما شفتوا يعني درتها فاني فريز، يعني ما بغيتش نرمضهم غير في الفريز، ولا خيرت يعني نرمضهم في الحليب مع داك الجو تاع الفريز. وثاني هنا كي تشربوهم ما تشربوهمش بزاف، يعني غير زوج مرات هكا تحطوهم تعاود تخرجوهم منها تكفي، يعني باش ميم البسكويت تاعكم تحسوا به، ما تجيكمش غير هكا حاجه مشمخه برك. ونديروا طبقه مليحه من هاد لي بودوار، يعني باش تبان لنا هكا طبقه من تحت. ويبقى عندكم الاختيار، يعني اللي تبغي تستغنى كاع على هاد لي بودوا ما تبغيش الكو تاع البسكويت في التحليه تاعها، يبقى عندها الاختيار. والناس يعني اللي تبغي هاد الكو ضيفه، يعني راح يدير لكم اضافه بزاف بنينه، وميم يعني الشكل تاعها يجي شباب. هنا لا كريم كيما راكم تشوفوا درتها في بوشادوي، وراني يعني ندير هكا ثاني طبقه منها فوق هذوك لي بودوار. كما راكم تشوفوا، شوفوا هاد لا كريم يعني تقدروا تخدموا بها اي تحليه واحده اخرى، ولا تقدروا تعمروا بها لي طارتولات، ولا ثاني تقدروا ديروها في لي كيك، ولا يعني يبقى عندكم الاختيار. الذوق تاعها يجي بزاف بنين كما قلت لكم. ميم الحلاوه تاعها ما تجيناش حلوه بزاف. وهنايا كنت قطعت هكاك الفراوله الى هكا شرائح، وزينت بهم على الاطراف. اللي تبغوا يعني ديرهم واحد حبه حدا حبه يبقى عندها الاختيار. انا يعني درت لها غير هكا تزيين خفيف، وبعدهم على بعضياتهم باش تمدلي شكل شباب. ويعني التزيين يبقى اذواق، وكل وحده والذوق تاعها في والحاجه اللي تبغي تزين بها. وهذيك الفريز اللي كنت خليتها مع السكر، هنا ضفت كميه قليله هكاك فوق هذيك لا كريم. والكميه اللي ديروها في هذه الطبقه تبقى عندكم اختياريه، اللي تبغي تكثر من هذه الكميه تكثر، اللي تبغي تقلل. انا تقريبا 14 حبه تاع الفريز ولا 10 حبات هكاك تاع الفريز درت بهم هذه التحليه، وجاوني يعني هذيك هي، يعني جاني الكوت تاع الفريز باين، ويعني ميم كيما راكم تشوفوا يعني كفاتني وكفات ووفت. ويبقى عندكم الاختيار، يعني ما تحتاجوش بزاف تاع من الكميه تاع الفريز في هذه التحليه. هنايا كطبقه ثانيه اخرى زدت لي بودواغ، باسكو انا وحده من الناس نفضل التحليات اللي يكون فيهم بسكوي مشرب ولا لي بودواغ مشربين. اللي تبغي الناس اللي يعني اللي ما تفضلهمش يعني دير ديريكتومون لا كريم فوق هذاك الفريز اللي ضفناه من الفوقه وخلاص تزين به هذا مكان. انا هنا درت طبقه من لي بودواغ اللي كنت ثاني شربتهم بالحليب وهداك جو تاع الفريز. بعدها درت من الفوقه هذيك لا كريم دركت بها هذوك لي بودواغ. وكما قلت لكم يبقى عندكم تزيين اختياري، تقدروا يعني فوق هذوك لي بودواغ ديروا غير كميه قليله تاع لا كريم باش تجيكم ميم لي بودواغ يجيكم باينين، والتزيين من الفوق يبقى اختياري. انا درت يعني حبه تاع فريز هكا شريحه منهم، ودرت شويه تاع الكوكاو محمص ومطحون. هذا هو التزيين اللي خيرته، تزيين بسيط. هاد التحليه تجيكم بزاف بنينه، ونتمنى فقط الشرح تاع الوصفه يكون وصلكم. كما قلت لكم في الكميه تاع السكر نتوما تتحكموا فيها. انا درت قل من نص كاس، كل وحده تخيل الحاجه اللي بغاتها. هنا بعد ما خليتها تقريبا ساعه هكا تمسكت لي، جيت نوريكم القوام تاع لا كريم كيفاش يجي. كما راكم تشوفوا القوام تاعها كريمي بزاف، ولكن يعني شاد روحه، ماهوش من هذاك القوام اللي سائل ولا. تجينا يعني بزاف خفيفه. الذوق تاعها تاني بزاف بنين، ما تجيكمش حلوه، ما تجيكمش حلوه بزاف، يعني تجيكم التحليه رائعه يعني ما شاء الله عليها. ميم التزيين تاعها تقدروا تقدموها في سهراتكم ولا خطوبات ولا يعني اي مناسبات تكون عندكم. وهذه هو التزيين اللي خيرتها لها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.